داخل على 60 59. احكي لي شويه التعب بدأوا ازاي الاول؟ والله يا دكتور انا سافرت كتير عشان رحت هنا رحت ما حسيتش باي تعب. تمام. وطبعا كنت شغال امني في مصر. تمام. تمام. والشركه اللي كنا فيها ريحت مره واحده. تمام. تمام. ودي قعدت في البيت. تمام. لما قعدت في البيت حسيت بحركات كده في الدنيا مثلا زي يعني حركات كده شويه. تمام. استخدمت يعني المكورة والنعناع والحاجات اللي بنعملها. تمام. فكانت معايا بنتي يعني ربنا يخلي. ربنا يخليها. تمام. فجيت ابويا تعبانه عايزاه دكتور مساعد كويس. تمام. فقلت لها طب في دكتور اسمه عماد رياض ده عندك في الجوسية. تمام. هي اللي كانت تعبانه مش انت؟ هي اللي كانت تعبانه. تمام. ما احرجتش ان انا اقول يعني ان انا عندي شغل تعبان وبتاع، فقلت انا افتح قسم بره. وانت عندك والصدفه وانت رايح تكشف لبنتك. كنت قاعد بالاستشاره يعني. تمام. تمام. بس انت راح كشف لي، فطبعا هو شاف الحاله دي الحاجه دي كده بس غش فيها يعني. ما كانش في عندك دم في البول ولا الكلام ده؟ وكنت شويه تعب بس. زي حرقان كده واخده. شويه حرقان بس في البول. ودخول الحمام كنت تخش شويه كتير. شويه كتير بس مفيش. لكن مفيش دم، مفيش قطع لحميه. مفيش قطع لحمه ولا حاجه. فهو لما فحصك الدكتور قالك كان هو قال لي على نفس الكلام ده، كان في قطع لحمه نازله كده. مفيش. او حاجه زي كده. او دم ما كانش فيه. وطبعا كان فيها حاجه زي تراب كده يعني مطار تراب. تمام. حاجه تنزل كده زي القشره تحت البصر. تمام. تمام. قلت له والله ما فيش حاجه كده، قال لي طب نعمل اشعه خارجيه بره. عمل اشعه مقطعيه ولا تلفزيونيه؟ تلفزيونيه. ايوه. تمام. بس انت هو عمل لي برضه اشعه وبتاع وتركب التحليل وتحرك مصر وبتاع. عمل منظار. عملت منظار. قال لك بعد الاشعه دي عمل منظار. ايوه بس كان محمود ده مش تخصص الحاجه مش تخصص. لا بس هو عمل منظارين اعتقد. منظار وسحب عينه. وبعد كده لما قال لك روح عند الدكتور صلاح او الدكتور علي ولا قال لك ايه هو؟ الدكتور علي. والله؟ ايوه قال لي في دكتور محمود طبعا راح قال لي واتعامل معاه. يبقى انت ما رحتش يعني هو الدكتور عماد ده ما اتكلمش معاك ده مش تخصصي بعد ما عمل المنظار وخد العينه طبعا محمود كانت العينه اللي مثلا فوق. ايوه. قال لها كده عليك بعد مثلا الدكتور علي ازدهر. تمام. هو الدكتور عماد ده. تمام. انت لما بعت لي الورقه قلت لك ايه؟ وانا لما شفت سيادتك قلت انا اعمل عمليه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. اقسم بالله تاني انا عمري ما كذبت. تمام سادة. انا لما دخلت عليك المكتب بالضروري قلت لك انا هعمل عمليه. انت راجل محترم. ليه؟ لان انا حسيت براحه نفسيه. انت راجل محترم. احنا الحمد لله دلوقتي لحد النهارده انا جايب محمود وجايب محمود والدكتور علي، انا بخش عنده حتى وكنت تعبان انا بحس براحه. انت راجل محترم وراجل غالي عليا جدا جدا جدا. لا كان محجوز، كان يبقى تعبان وكل اول ما يجي وكل اول ما تيجي عنده مش هنقدر. وانا مش كنت باجي عنده على طول. انت راجل انت بعتنا كلهم وراح وراك. كله ما يشكر فيك والله يا دكتور. سجل بالله العظيم وراه وراه. انت راجل محترم. انت راجل محترم ربنا يشفيك والحمد لله دلوقتي ما فيش خراطيم خالص وشلنا القسطره والتحليل الحمد لله طلع كويس وما فيش لا كيماوي ولا اشعاعي واخد بالك وان شاء الله من النهارده هيبقى التبول طبيعي احنا بس دلوقتي شلنا القسطره. تمام؟ انا عاوزك يا حاجه اهم حاجه ان هو كل ساعتين يخش الحمام ويحاول يمسك نفسه على قد ما يقدر وبالليل ما ينامش الليل كله لازم لان احنا دلوقتي عاملين مثانه جديده احنا عاملين بالمنظار شايلين المثانه والبروستاتا والغدة وزارعين مثانه جديده ما يشربش شاي ولا قهوه بعد المغرب. تمام؟ والليل ما تسيبش نايم الليل كله قمت تصلي الفجر وقمت بتاع لازم يصحى علشان يتبول. تمام؟ وتشرب ميه كتير جدا وكنت كاتب لك انا البودره عندك البيكربونات دي هتمشي عليها لمده سنه معلقه برضه على كوبايه ميه او يعني عصير او لبن. تمام؟ ونعم معلش كتر الميه عشان بس دي في الفتره الاولى عشان اي مخاط عم ندوره بس عشان خاطر نشرب ميه كتير جدا. تمام؟ وان شاء الله باذن الله يعني هو ميعاده مع الدكتور سمير متى؟ اسبوعين ولا اسبوع؟ 5 لا اسبوعين. طيب يبقى خلاص يبقى عليك بخير انت هتريح الثلاث الجاي انت فاهمني ولا لا؟ وتجيني الثلاث اللي وراك عشان برضه احنا الحمد لله دلوقتي انت امورك ممتازه
انت امورك ممتازه وتشرب ميه كتير، طبق السلطه مهم، لحمه فراخ سمك كبده. لا تمام؟ ما قدرش اكل اللحم. لا لازم، انا مش عارفه. لا لازم، بالعكس شجع نفسك على قد ما تقدر. وعندنا اللحمه طازه. ولا فيه كيس في جنبك ولا الكلام ده، ولا فيه اي حاجه. انت النهارده قابلت حاج محمد عامل عمليه من متى الحاج محمد؟ 4 سنين. من 4 سنين، وجسمه حلو ولا مش حلو؟ رغم ان هو قداموك في السن، ده هو عدى ال70 وعم يروح الغيط وعم يتحرك وتمام التمام وعم يروح الشغل ولا لا؟ الراجل اللي عامل له انت برضه اللي قاعد معاه ابنه تمام، تلاقي رحت دخلت عنده ابنه تمام. ابنه جالي ساعه ما دخلت هناك برضه. ايوه ايوه قال لي تعالى خلي ابويا. تمام. هلالي ولا علي محروس؟ هلالي اللي عامل جريد. اللي عامل جديد. ايوه هلالي هلالي. مع ابنه اللي جاي كمان. ايوه ايوه. قلت له نعم. ما هو ابنه وحداني زي ابنك، قلت له نعم. ومعاه بنات برضه على كده، بس هو على 3 بنات. قلت له نعم. تمام. تمام. وان شاء الله قلت له تنام وانت مطمن وان شاء الله 100%. انت راجل محترم. قلت له انا جيت النهارده 35 يوم. تمام. انا فعلا ما حسيتش بالعمليه. ما حسيتش بالعمليه. هم تدبر الدنيا كده بس. أيوة. ولا حسيت بعمليه ولا كنت عملت عمليه. اقسم بالله ما حسيت بالعمليه. والله العظيم. ربنا يشفيك يا رب. لا جروح ولا جروح ولا غرز ولا غرز. ولا مخزن حتى بالكعب الحمام والبتاع ولا كله. كل الامور الشر اللي تمام. حصل معايا الموقف. الحمد لله الحمد لله. تشرب ميه كتير، طبق السلطه مهم جدا، الفاكهه والخضروات مهم جدا، وان شاء الله باذن الله. هو دلوقتي يا حاجه هيبقى المتابعه مره كل 3 شهور اول سنتين، وبعد كده مره كل 6 شهور السنه الثالثه والرابعه، ثم بدايه من السنه الخامسه مره واحده سنويه. انت شفيك تمام. لا احنا هنجي لك مش ربنا يشفيك. مش هنحل ربنا